وللأسف فقد اضطررت لطلب الكلمة لأن سعادة المندوب الدائم الموقر للمغرب حاول أن يشوه الموقف الذي أعرب عنه فخامة الرئيس تبون خلال بيانه أمام هذه الجمعية يوم الثلاثاء الماضي. صحيح أن فخامة الرئيس تبون قد أعلن وكرر دعم الجزائر الثابت لجميع الشعوب التي تعيش رازحة تحت الهيمنة الأجنبية. متى سنفهم إذن أن دعمنا لنضال الشعوب من أجل التحرر من هيمنة الاستعمار يأتي بالفعل من تاريخنا ومن نضالنا نحن من أجل التحرير الوطني؟ نحن في الجزائر قد اخترنا الوقوف إلى جانب العدالة، إنهاء الاستعمار، الحرية، اخترنا تقرير المصير وحقوق الإنسان. وهذا الالتزام يأتي أيضا لينطبق على نضال الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ قرابة نصف قرن أن تحقق الأمم المتحدة العدالة من أجل هذا الشعب، أن يتم تطبيق القرار 1514 بشأن منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة. دعونا نذكر يا سيادة الرئيس بأنه في العام 75 كان هذا الإقليم، إقليم الصحراء الغربية، قد تعرض للتقسيم بين المملكة المغربية وبين موريتانيا. بعدها ب3 سنوات تم احتلاله بشكل كامل من طرف المملكة المغربية. أما الأمم المتحدة فقد حاولت أن تطبق القانون الدولي من خلال إنشاء المينورسو، إذن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. هذه البعثة ما زالت اليوم على أراضي الصحراء الغربية كشاهد على إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال وبدء تنظيم استفتاء حر وشفاف للشعب الصحراوي بشأن مصيره. غير أن المينورسو وبشكل مستمر وحتى هذا اليوم تمنع من تنظيم هذا الاستفتاء لتقرير المصير، ويتم تقديم مقترح للحكم الذاتي، ولكن ذلك لم يقنع أحدا. في الصحراء الغربية ثمة احتلال مغربي، ولو كان هذا الاحتلال قد حول الصحراء الغربية إلى جنة، سواء كان ذلك من خلال الحكم الذاتي أو بأي طريقة أخرى، لماذا تمنعون إذن هذا الاستفتاء؟ لماذا لا تستمعون إلى إرادة الشعب الصحراوي؟ السيد الرئيس، أولا بالنسبة لطبيعة مسألة الصحراء الغربية، إنها مسألة إنهاء استعمار. حسبنا أن نرى جدول أعمال مجلس الأمن وجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة 24 لندرك بالفعل طبيعة هذه المسألة، مسألة الصحراء الغربية. لقد كانت هذه المسألة وما زالت
مسألة إنهاء استعمار، وينبغي تسوية ذلك من خلال تقرير الشعب الصحراوي مصيره. ثانيا، لقد تمت الإشارة إلى الجزائر بشكل مغلوط، لأن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع. الطرفان في هذا النزاع هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ولذلك تم التفاوض على وقف لإطلاق النار، ومن هذا المنطلق تم التفاوض على بداية لتنظيم استفتاء، وهذا ما تثبته قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة. بالنسبة إلى تسوية هذا النزاع، فإن المجتمع الدولي، وهذا أمر قد ثبت من خلال عدد من الوثائق المعممة هنا في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إذن يدعو إلى أن يقرر الشعب الصحراوي أحد الخيارين، إما الاستفتاء أو الحكم الذاتي، وأن يترك الخيار للصحراويين بشكل شفاف في إطار استفتاء تنظمه الأمم المتحدة. السيد الرئيس، لا يخفى على أحد أن الجزائر قد دعمت وما زالت تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. هذا ما أعلنه بكل صراحة الرئيس تبون وعن قناعة أمام هذه الجمعية العامة يوم الثلاثاء الماضي، ولا حاجة لتكرار ذلك، وشكرا.